لحظة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. فضيلة الشيخ الوالد حفظكم الله. وياك تفضل. شيخنا حضرتك والله يشهد الله عز وجل على عمق حبنا لحضرتك. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. دللتنا على الله عز وجل وأنت والد. الله يبارك فيك. كنا شيخا لنا، أنت والد لنا. الله يبارك فيك ويحفظك. وبداية يعني أنا تربيت وتلقيت العلم في مدرسة الدعوة السلفية، وفي بعض الأحيان شاركت في فعاليات حزب النور، لكن يشهد الله على عمق الحب والإجلال لحضرتك. الله يبارك فيك إن وسلام. كان من بعض إخواننا لأني تابعت بعض النقاشات التي قد لا تليق بمقام حضرتك كوالد وشيخ لعموم المسلمين جميعا. الله يبارك فيك. كذلك ويزكيكم الله. فبداية نعتذر عن ذلك. لا ما في أي حرج، بارك الله فيكم. كل لكن سيسأل والله ربه. قد يحمل بعض الناس لمكانة حضرتك، فالكل ينتظر كلمة الشيخ، ولمسنا الحكمة دائما في كلام شيخنا حفظه الله. يا رب يبارك فيك. وأيضا لمسنا أن شيخنا لا يترك نازلة إلا ويدل للناس. إحنا كشباب حتى في الدعوة السلفية بننتظر كما ينتظر كلمة الشيخ ياسر حفظه الله، الشيخ أحمد فريد، الشيخ المقدم في المقام الأول نفس الرتبة، ننتظر كلمة شيخنا مصطفى العدوي حفظه الله. الله يبارك فيك. الله يشهد ربنا على صدق ما أقول، وهذا ما تربينا عليه. والله لم يفرق يوما أن الشيخ مصطفى هذا لا يسمع له ويسمع الشيخ الفلاني، لا أبدا. جزاك الله والله خير. العظيم والله عز وجل على ذلك شاهد. جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا على حسن أخلاقك. إن كان من أحد يسأل سؤال لأنه ينتظر كلام الشيخ. جزاك الله خير. ونقطة أخرى يا شيخنا، بالله عليك ابنك، بالله عليك خدها مني وأنا آسف. تفضل. أرجو إن حضرتك لو في تواصل مع الشيخ ياسر، ولو في حاجة تسمعوا البعض، أنتم أهل علم ونحن والله بنضيع في النص. والله حضرتك الطلبة سيدنا بياخدوا كلام حضرتك ويقولوا رد الشيخ مصطفى على الشيخ فلان، والشيخ مصطفى في الشيخ فلان، وحضرتك جزاك الله خيرا بينت ووضحت، قلت أنا لم أقصد الشيخ ياسر، لم أرد على الشيخ ياسر، ولو أردت أن أرد على الشيخ ياسر لسمعت كلامه مفصلا. أنا أعلم ذلك وأعلم ديانة حضرتك، جزاكم الله خيرا، وهذا ما عهدناه عليكم من سنين. الله يبارك فيك. جزاكم الله خيرا لله عز وجل حتى لا يشتت الصف. جزاك الله خير. مصطفى الصف مشتت، الشباب الصغيرين بيقطعوا في بعض على النت، وللأسف أنا آسف، في بعض من الطلبة حول حضرتك ممكن يكونوا مش فاهمين الأمر، وقد ينقل لحضرتك كلام غير الواقع أو جزء من الواقع وجزء مخفي. فأنا آسف لله عز وجل وتنزلا لله عز وجل، لو يكون تواصل بين حضرتك وبين الشيخ ياسر، وما يبقى فيه نازلة وكلام نقل عن الشيخ، حضرتك تتفضل وتسمع كلام الشيخ وتسمع وجهة نظر، أنتم أولى بالتراحم. لم نجد علماءنا في تراحم بينهم وفي التماس الأعذار وهذا، فأين من أين نتعلم ذلك؟ جزاك الله خير. أشكرك. أنا لو أوجه حضرتك أنت والدنا، لكن والله نصح ونصح لله عز وجل علماء المسلمين، أولى الناس إن إحنا نحافظ، إن إحنا كما يقولون اللهم دار عنا عيوب مشايخ. جزاك الله خير. أشكرك. فمثل لو تجرأت على حضرتك، وجزاك الله خيرا. شكر الله لك. جزاك الله خيرا.